انتوا شايفين كده مع الكاتشب، صوص الكاتشب. بسم الله. تحفه. عندنا 400 جرام من البطاطس بنسلقهم في النار لمدة 10 دقايق. بعد ما اتسلقوا معانا بنبدأ نصفيهم في مصفى كده وننزلهم كده بالراحة لحد ما ناخد القوام بقى يبقوا ناعمين معانا كده. وعندنا 90 جرام من الجبنة، 45 جرام من الجبنة الموتزاريلا، و 45 جرام من الجبنة الرومي، ممكن الجبنة الشيدر عادي. 90 جرام من النشا، كوب من النشا. بنضرب المكونات دي كده مع بعض، وعندنا 4 جرام من الملح، وبنخلط المكونات دي كلها مع بعض. طبعا عندنا كيسه كده مفرخه، كيسه شفافه. افرد العجينه بتاعتنا دي بتاعت البطاطس مع الموتزاريلا كريسبي، ان شاء الله تعجبكم. هندخلها الفريزر لمده ساعتين. بعد ساعتين بقى بنبدا نقطعها شرايح بقى زي ما احنا عايزين، وطول الشرايح زي ما احنا عايزين. عندنا طاسه فيها زيت غزير مسخن مسبقا، بننزل في الزيت على طول لحد ما تاخد معانا اللون الذهبي. لمده 7 دقايق ل 10 دقايق هتاخد معانا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. تحفه بصراحه، كريسبي وحاجه كده هتعجبكم. اعملوها ليكم ولولادكم. هتقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله. بطاطس كريسبي في البيت مع صوص الكاتشب الحار او العادي. سمعتوا بقى صوت القرمشه والحرمشه؟ ده هو ده المطلوب عشان نقدر نعمل وصفه لذيذه. ندوق بقى تاني عشان نسمع الصوت. متنسوش لايك وشير واشتركوا في القناه عشان نعمل وصفات كتير.